شوفوا هذا الفيديو. اليوم معانا فيديو مختلف من دير الزور تحديدا. انفتح باب التطوع بالفترة الأخيرة للأمن العام ضمن وزارة الدفاع السورية، وخلال ساعات بس الناس صارت تدافع قدام الباب. الكل بيعرف في سوريا انه ما ظل في شيء اسمه تجنيد اجباري حاليا، ومع هيك شوفوا الاعداد. طبعا هاي الاعداد للانخراط بالأمن العام في سوريا بشكل تطوعي، ومن أول ما انتشر الخبر الشباب تجمعت بكثافة، ضغط، ازدحام، لدرجة أن الباب انخلع من كثر التدافع. ليش الاندفاع؟ هل هو بحث عن فرصة عمل، ولا إحساس بالمسؤولية، ولا ظروف معيشية عم تدفع الشباب بهذا الشكل؟ على الأغلب كل هاي الاحتمالات موجودة. المشهد قدامكم والأعداد بتحكي لحالها. انتو شو رأيكم؟ اكتبونا بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى يصلكم كل شي جديد. خلص الحكي.